الأخبار الموجزة اليوم الثلاثاء. قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية بخصوص ارتباط أفغانستان بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني سيبك إنه من خلال ربط أفغانستان بهذا الممر الاقتصادي سيكون مرتبطا بالمنطقة والدول الأوروبية. تم افتتاح شركة مفيد للشحن الدولي لغرض نقل بضائع التجار الأفغان إلى الخارج. ناقش لاعب المنتخب الوطني الأفغاني للكريكت محمد نبي عيسى خيل مع وزير الصحة الدكتور قلندر عباد كيفية بناء مستشفى للسرطان. أكد وزير الصحة العامة بتقديم جميع أنواع التعاون في بناء المستشفى المذكور، وكلف الفريق الفني بمهمة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالخطط الاستراتيجية والأعمال الأساسية في أسرع وقت ممكن. ناقش وزير المناجم والبترول الشيخ شهاب الدين دلاور في لقائه مع مستشار وسكرتر للأمم المتحدة النمو الاقتصادي وتطوير مناجم أفغانستان وجذب المستثمرين الأجانب في مجال المناجم. تم إجراء الفحص الفني لطائرة سوبر تكانو F-29 من قبل مجموعة الصيانة والمراقبة الفنية التابعة لقيادة مزار الشريف الجوية، وتم تجهيزها للطيران. عاد نائب الأمن في منطقة باغراميو بمقاطعة كابول عين الله إلى بلاده من خلال لجنة الاتصال مع الشخصيات الأفغانية. قال المولوي عبد الرحمن رحماني نائب رئيس شركة الكهرباء في اجتماع نهاية الأسبوع للسناعة: نحن مستعدون لتقديم أي تضحيات في بناء أفغانستان.